السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله كده هنعمل مع بعض الدونس، حاجة في منتهى الجمال. طبعا بقى مش هنقلي في الزيت ولا الكلام ده خالص، هنعمله بطريقة جميلة جدا جدا. طبعا خليكم معانا لآخر الفيديو، ما تنسوناش باللايك والاشتراك، تفعلوا الجرس كده عشان يوصل لكم كل جديد من أنا وبناتي. بحبكم في الله جدا جدا. أول حاجة كده معايا 4 معالق من السكر، كيسين فانيليا، كيس خميرة فورية، ومعايا كوباية من الحليب، ومعايا نص كوباية من الزيت وأقل من النص كمان، يعني أقل من النص شوية، ومعلقتين طبعا سمنة، تمام، وكوباية مية، ومعانا كيلو من الدقيق أو الطحين نخلينه طبعا ومجهزينه كده معانا. وهنحط طبعا عليها أهم حاجة كده ما ننساهاش، هي ايه؟ ذرة الملح. أنا حطيت معلقة صغيرة جدا جدا، يعني معلقة صغيرة، حطيت نص معلقة من الملح. تمام. هنعجن على العجان، وهقول لكم برضو لو احنا هنعجن على ايدينا هنعجن ازاي. عايزه اقول لكم كان جميل جدا جدا، وهقول لكم بقى في الاخر يعني ايه الفرق بينه بقى وبين اللي قالينه في الزيت، حاجه جميله جدا جدا. اول حاجه كده هنزل ايه بكوبايه من الحليب، طبعا الحليب دافي. احنا قلنا ان احنا في فصل الشتاء بيبقى العجين ليه يعني كل في فصل الشتاء عجين، وفي الصيف عجين. يعني في الصيف بنعجن بميه متلجه، وفي الشتاء بنعجن بكل حاجه بتبقى ايه؟ دافيه. يعني ميه دافيه، الحليب دافي. نزلت زي ما شفتوا كده بالسكر، ونزلنا بالخميره والزيت والفانيليا وكوبايه الحليب وكوبايه الميه برضو يعني دافيه. تمام. هحط كده واقلب في العجان. طبعا لو احنا هنعجن على ايدينا هنضيف كل الاضافات دي الاول لحد ما نشوف ايه الخميره هتتفاعل معانا، ونشوف الخميره عامله ايه. طبعا الخميره بتاعتنا انا بصراحه عارفه ان هي كويسه، فانا ايه هشتغل على طول. نزلت بعد ما نزلت بالمقادير بتاعتنا كلها كده، هنزل بايه؟ بكيلو الدقيق او الطحين. اخر حاجه هخليها هي معلقه السمنه، ودي برضو في المرحله لو احنا هنعجن على ايدينا برضو بنعمل ايه؟ مرحله السمنه دي بنخليها اخر حاجه. هعجن كده في العجان، على العجان طبعا اخد معايا حوالي 10 دقايق كده. بس الصراحة كان جميل. كنت بعجن شوية واريح العجان شوية، يعني اعجن واريح العجان شوية، وكل ما تعوز مية كنت بحط لها زي ما انتم شايفين اهي. طبعا كده كنت بوريها لكم ان هي لسه طبعا عجينة لسه متماسكة كده وناشفة شوية وبتتقطع معايا اهي. بنفس الطريقة واحنا بنعجن على ايدنا، لقيناها كده يبقى لسه محتاجة ايه؟ شوية سوائل. هنحط مية. انا حطيت كوبايه حليب واحده بس اللي انا حطيتها في الاول. هضيف بقى الميه بالتدريج. تمام. وطبعا عايزه اقول كل ماركه في الدقيق بتختلف عن ماركه التانية. يعني في دقيق بيشرب ايه؟ ميه كتير، وفي دقيق ما بيشربش ميه كتير، يعني سوائل كتير. فنخلي بالنا من النقطه دي. ننزل في كل حاجه في عجيننا بالتدريج، بالميه بالتدريج، دقيق يعني حليب بالتدريج، يعني كل حاجه على حسب ايه؟ الدقيق اللي قدامك والعجينه وهي في ايديك زي ما انتم شايفين اهو. كل ما كانت بتحتاج بحط لها. طبعا لو انت مش حابه تحطي حليب او لبن زي ما بنقول هنا عندنا، ممكن تحطي لبن بودر، ممكن تحطي علبه زبادي، ممكن تحطي لبن رايب. يعني في كل الحالات ما شاء الله، يعني العجينه هتبقى معاكي طريه وهتبقى في منتهى الجمال. بس الصراحه الحليب في الدونس بالذات عشان احنا هنعمله في الفرن، الحليب بيطريه بيخليه حلو جدا. واللبن الرايب والزبادي وكل الحاجات دي يعني بتطري، ما يعني المية يعني ما تستكفيش بالمية بس. ما تقوليش ان انا بصراحة اعجنه بمية بس. دي في اي حاجة من الحاجات اللي احنا قلنا عليها. هنا كنت بوريكم اهو، نزلت بالمعلقتين السمنة اخر حاجة. زي ما قلت بعجن شوية، وبرضه لو هنعجن على ايدنا نعجن شوية ونريح ايدنا شوية ونعجن شوية. العجينة هتشد معانا وهيبقى فيها مطة حلوة كده، وهتبقى فيها كمان عرق حلو. لان كل ما بنريحها ونرجع نلت فيها بترتاح، وطبعا بتشد اكتر معانا، والعجينة بتريح وبتبقى لينة. بصوا كنت بوريها لكم عاملة ازاي، اللهم بارك، ما بتتقطعش. عجينة لينة جدا جدا وفي منتهى الجمال. شوفوا انا شفتها عامله ازاي، بس برضو هديها كمان لف لحد ما اوريها لكم في الاخر قوامها عامل ايه. انا عايزاها عجينه في نفس الوقت. هنا بصوا اديتها لفه واحده وطلعتها اهي. بصوا اللهم بارك عامله ازاي. عجينه بتبقى طريه شويه، مش طريه قوي، بس في نفس الوقت متماسكه زي ما انتم شايفين اهو. يعني جميله جدا جدا. عايزه اقول لكم بقى ممكن نستخدمها في حاجات كتير. العجينه دي في قرص وفي كل حاجه على فكره، اللي هي القرص بتاعه الافران. حطيت طبعا مسحه من الزيت في الطبق، ومسحه ايه على العجينه كده برضو من الطبق. وهسيبها ايه، هغطيها بالاسترابش كده وهايه وهغطيها يعني ايه، واسيبها ايه لمدة ايه ساعة بقى لحد ما تختم.
طبعا في الشتاء، احنا طبعا فصل الشتاء دلوقتي، وعلى حسب ايه المكان عندك. انا قعدت معايا ساعة. طبعا بعمل لها ايه عشان اخليها تختمر بصراحة معايا على طول؟ بجيب طبق اكبر من الطبق، هي كده اختمرت معايا قعدت ساعة. تمام. طبعا بجيب طبق اكبر من الطبق اللي انا حاطه فيه ده، وبحط فيه ميه سخنه، وبروح حاطاه فيه ومغطياه، بعمل لها زي حمام ميه سخنه من تحت كده، بيخليها ما شاء الله اللهم بارك بتختمر معايا على طول. وممكن نسخن الفرن ده في فصل الشتاء، ممكن نسخن الفرن ونسخنه قوي ونروح طافينه وندخل في قلبيه ايه العجينه بتاعتنا، ده في فصل الشتاء. لو في الصيف بقى ما شاء الله من حراره الجو كده، فما شاء الله العجين بيخمر معانا على طول. هقطع بالشكل ده. هنا خلصت كده، هكورها بقى على قد ايه الدونس اللي انا عايزاها كبيره، عايزاها صغيره، دي حاجه في ايديك انتي بقى. كنت بعوز ايدي كده دقيق زي ما قلت لكم ان العجينه كانت طريه شويه، بس مش طريه قوي، بس الصراحه كانت جميله جدا جدا، كانت لينه وحلوه قوي. اه بالشكل ده. لو لقيناها زي ما قلت يعني لقيتيها مثلا طريه منك، ممكن شويه دقيق زي ما شفتوا كده، بحطها كده وبكورها. تمام. طبعا على حسب زي ما قلت، هكبري تصغري، دي حاجه في ايديكي. بحبكم في الله جدا جدا، وبحب تعليقاتكم الجميلة، ويا رب يدومكم نعمة في حياتنا. ويلا كده نشد حيلنا شوية، عايزين لايكات، وعايزين قناتنا تكبر بيكو، انا وبناتي تكبر بيكو كده، ما تنسوناش باللايك. هنا خلصت الكمية كلها زي ما شفت اهو، قطعتهم اللهم بارك زي ما انتم شايفين اهو، كيلو عمل معاه كمية جميلة جدا جدا اللهم بارك. قطعتهم وحطيتهم كده بورق بالكيس المطبخ كده. بصراحة يعني كيس المطبخ دي جميلة أوي في العجين، بتخلي عجيني طبعا انا سبتها هنا كده بقى، سبتها ارتاحت حوالي ايه ربع ساعة عشان تفرد معايا على طول. تمام. زي ما قلنا ان احنا في الشتاء مش في الصيف، واحنا عندنا الجو بصراحة ساقعة. بفردها كده طبعا، ما اعملش على طول، لا هفردها بقى تاني كل الكمية زي ما انتم شايفين كده. انا فردتها لقيتها حسيت ان هي بتلم شوية، كورتها تاني. بس لازم نعمل الخطوة دي ليه؟ لان احنا هندخله الفرن، مش عايزينه يبقى قرص مفروشة كده، احنا عايزينه يقب معانا وينفش ويبقى ايه معانا ايه جميل جدا كده. فنعمل له تعملي كده تفردي وترجعي تلميه بالشكل ده كده، ان احنا بنعمل له ايه زي قلب من جوه كده، منفوخ وهاشش كده من جوه. تمام. الطريقه دي حلوه جدا جدا. ببل ايدي زيت زي ما شفت اهو، وبفرد وبحط اهو. عايزه اقول لكم والله بامانه بتمنى ان انتوا فعلا تجربوه. سهل جدا ويعني يعتبر اقتصادي، عشان الزيت طبعا غلي جدا، ويعني على قد ما بنقدر بنحاول نعمل حاجات نفرح بيها عيالنا، وفي نفس الوقت تبقى ايه اقتصادية. فطبعا انا عندي عيالي بصراحة بيحبوا الدونس جدا جدا، يعني بدل ما بشتريه من بره، لا احنا بنعمله بدقيق، وبنعمل ما شاء الله كمية حلوة جدا. هنا خلصت، سبته بقى زي ما شفتوا كده، خلصت الكمية كلها، وسبته برضو بتاع ايه حوالي 5 دقايق، وعلى طول اشتغلت فيه. طبعا انا ما عنديش بصراحه قطعت الدونس، ما عنديش. بستخدم هنا ايه زي ما انتم شايفين اهو القمع اللي هو ايه بتاع الكيس الحلواني. تمام. اللي هي البلبله بتاعه الكيس الحلواني، اي بلبله منهم كلهم بيبقوا مقاس واحد هتستخدميها. بحطها في الزيت كده وبالايدي زيت بسيطه، وبفرد كده ايه بصبعي كده بالراحه، وبسويها طبعا بنخليها مدوره. تمام. وطبعا ما نخليش سمكها رقيق ولا تخين، نخليها متوسطه زي ما انتم شايفين اهو. بحط بقى ايه البلبله بتاعت ايه كيس الحلواني بالشكل ده، وبقطعها بتطلع معايا بكل سهوله. يعني ما نوقفش نفسنا على حاجه، مش شرط ان احنا يكون عندنا قطعه الدنس، لا انا بستخدم دي والله على طول، وبعمل بيها وبيطلع معايا بمنتهى الجمال. نظبط ايدنا كده ونحطها في النص ونقطع بالشكل ده. بص عشان حطيتها في الزيت وبلتها طلعت معايا بكل سهوله ازاي وبمنتهى الجمال. هخلص طبعا ما شاء الله اللهم بارك. هخلص الكميه كلها بنفس الطريقه زي ما انتم شايفين اهو. بسويها وزي ما قلت ما نرققهاش قوي عشان ما تبقاش رقيقه. نخلي بالنا من نقطه زي دي، ان احنا نخليها سمكها حلو، لا هي تخينه ولا هي ايه لا هي رقيقه. برص على الصاج على طول زي ما انتم شايفين كده. طبعا الصاج انا مش دهنه اي حاجه خالص، انا حطيت على الصاج من غير اي دهون يعني، ولا حطيت ماده دهنيه ولا فرشت ورق زبده ولا اي حاجه خالص. تمام. ايه اللي طلعت دي مش بصراحة مش هعملها تاني، مش هعملها تاني، لانها ايه مش هتتفرد معايا وهتلم شوية، لانها هتبقى عايزة ترتاح وكده. هعملها بطريقة حلوة قوي، هفرح بيها برضو، نفرح بيها عيالنا، وشكلها في منتهى الجمال. عايزة اقول لكم كانت جميلة جدا جدا. برصها كده بالشكل ده وبلزقهم في بعض. تمام. اهو بالشكل ده، سهلة جدا وبسيطة. عايزة اقول لكم جميل جدا وكان هاشش وفي منتهى الجمال. اهو بالشكل ده اهو جميل جدا جدا.
رصيتها زي ما انتم شايفين، عملت كل 6 كده مع بعض، عملتهم شكل وردة، ادتني شكل جميل قوي. وهسيبه طبعا ايه بعد ما اخلص الكمية كلها، هسيبه بقى يرتاح تاني. كل ما العجين بيرتاح معانا، اي مخبوزات بنخبزها، سواء قرص، سواء فينو، سواء عيش كايزر، سواء عيش، الحاجات دي كلها بتحب ان هي ترتاح جدا وتاخد حقها في الخم، بتبقى بتديكي نتيجة هايلة بأمانة. يعني الواحد الحمد لله يعني بيعمل مخبوزات وحاجات من دي على طول، بس يعني الفكرة ان انا بعرفك ان مش الفكرة والله في ان انتي بس تسيبي الحاجة ترتاح وتاخد حقها وتعجنيها كويس، هتطلع معاكي بمنتجة. غطيتهم بقى بالاكياس زي ما شفتوا كده، باكياس المطبخ، وهسيبهم بقى يرتاحوا. تمام. طبعا قعدوا كده ارتاحوا معايا زي ما انتم شايفين اهو، ارتاحوا معايا حوالي برضو ايه ربع ساعة كده، ورحت ايه جايبة شوية من الحليب. طبعا انا مش هحط بيض، عشان احنا طبعا هنشكله في الاخر، فمش محتاجين فيه ان احنا ندهن وشه بيض. انا استكفيت بشويه من الحليب، دهنت وشهم كده. تمام. طبعا مولعه الفرن، طبعا بيخش على فرن ساخن جدا جدا، بولعه من تحت، مولعش الشوايه خالص، بولع الاول الفرن من تحت. اول ما يسخن قوي احط فيه الدونس، بروح موطيه النار، وبعد كده بشغل الشوايه، وما احس ان هو داخل على سوا من تحت وقعره كده شد حلو، بروح مشغله الشوايه، بديله وش من فوق لو بالشكل زي ما انتم شايفين طلع معايا بالشكل الجميل ده. بصوا اللهم بارك عامل ازاي. عايزه اقول لكم احلى من اللي مقلي في الزيت بكتير جدا، والله العظيم انا عامله ده على فكره، عامله اللي مقلي في الزيت عندي على القناه، بس والله بامانه الطريقه دي جميله جدا وسهله جدا وبسيطه فعلا فوق ما تتخيلوا. جربوها وان شاء الله تعجبكم جدا جدا. طبعا اول ما طلعته من الفرن رحت مغطياه واسيبه. عايزه اقول لكم بقى ان انا والله العظيم، وانا بعد ما خلصت كده الكميه، انا كنت بعمله يعني، انا كنت بصور الفيديو ده كان بالليل، خلصت اللهم بارك كده وجيت بقى عشان اشكله، حصلت بقى معايا ايه، النور قطع، فاضطريت ان انا اغطيه واسيبه للصبح. كنت عايزه اوريه لكم والله وانا بقطعه كده ولسه طالع من الفرن وطري كده. بصوا كان عامل ازاي، اللهم بارك، جميل جدا جدا. وقعد طاري والله العظيم 3 ايام قعد طاري بره التلاجة. هنا كان تاني يوم بقى اضطريت ان انا بقى اشكله. عايزه اقول لكم ان ما شاء الله انتوا طبعا شفتوا الصاج كان مليان قد ايه، اللهم بارك يعني. بيحبوه جدا عيالي، حتى لو بالشاي بياكلوا كده. طبعا عشان نفرحهم جبت الشوكولاته الخام، عملت لها حمام ميه وحطيتها عليها ومعلقتين زيت لحد ما فكت معايا وبقت سايحه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مش سيحتها في الطاسه، لا طبعا حطينا حله ميه على النار وحطينا الطاسه فوقيها وحطينا الشوكولاته ساحت. اول ما دخلت على سيحان خالص كده، رحت داخل حاطه عليها معلقتين من الزيت، بتديها لمعه جميله قوي زي ما انتم شايفين، اللمعه بتاعتها حلوه قوي. تمام. طبعا لازم نفرحهم، الاطفال بيفرحوا باي حاجه. طبعا بعمل كده الصراحه الحاجات دي وبياخدوها معاهم المدرسه وبتبقى في منتهى الجمال. خلصت اللي بالشوكولاته ايه الغامقه، هنعمل اللي بالبيضه برضو. البيضه عملت نفس القصه يعني، برضو عملناها على حمام بخار بالشكل ده. طبعا التشكيل حسب ذوقك وحسب برضو رغبتك وحسب المقدرة بصراحة، يعني كل واحد برضو يعمل على قد برضو ايه اللي يقدر عليه. انا عملت بصراحة ما جبتش شوكولاتة كتير، جبت على القد، عملت لهم شوية، وطبعا الباقي سيبنا احنا ايه. يعني صراحة عندنا يعني يعني عندي ناس ما بتحبش الشوكولاتة، بيحبوه بصراحة ربنا كده، بالشاي كده بياكلوه كده بيبقى حلو قوي. تمام. اه بالشكل ده. بصوا شكله جميل جدا وهايش جدا، والله العظيم ما بكدب عليكم، انا كده كنت بشكله تاني يوم. وشايفين طاري عامل ازاي، يعني انا سبحان الله هو بالليل وانا بصور اراد ربنا ان انا ما كملش، فقلت الحمد لله ما يجراش اي حاجه، فصبحنا الصبح كملنا بقيه الفيديو ومفيش اي مشاكل. هنا خلصت بقى وحطيت بقى في قرطاس كده كيس من الحلواني كده، حطيت فيه الشوكولاته البيضاء وشكلنا ايه خطوط زي ما انتم شايفين كده، بتدي شكل جمالي كده وبتبقى جميله قوي، والاطفال بيفرحوا بيها جدا صراحه، بيفرحوا بيها قوي. والبيضة نفس القصة، هنعمل برضو فيها كده بالشوكولاتة ايه البني. تمام. هنا بقى كنت بوريكم ان الشوكولاتة كانت خلصت. خلصت يعني لو ايه، لو انت يعني لو انت عندك شوكولاتة شوية هتعملي ايه. طبعا عشان برضو هما بيحبوا الشوكولاتة، فروحت ماشية على اللي هي الشوية دول، رحت ماشية عليهم كده خطوط كده. هوريكم لاخر الفيديو. طبعا هعمل نفس البيضة نفس ما عملت عشان ما اطولش عليكم الفيديو، هعمل نفس الخطوط في الشوكولاتة في اللي هي بالبيضة دي. تمام. كده هنا كنت خلصت بقى، كنت عايزه اخلص بقى الفيديو ده، يعني الفيديو خد معايا يومين. وكنت عايزه اخلصه الصراحه باي طريقه. فطبعا كانت الشوكولاته البيضاء كانت ما مسكتش قوي، بس برضو كانت جميله معانا اهي. شايفين جميله جدا، اللهم بارك، حاجه بمنتهى الجمال، حاجه بتفرح عيالنا. الغبيس زي ما قلت في البيت خير، وبيدفي البيت وبيدفي الشقه.
تعملي شويه حاجات لعيالك زي كده. بصوا التسويه عامله ازاي، تسويه في منتهى الجمال من تحت وفوق. بصوا اللي احنا عملناها الكور شكلناها جميله قوي ازاي. وعايزه اقول لكم والله العظيم بجد تحفه. جربوه ان شاء الله يعجبكم. بصوا قلبه من جوه هشش جدا، مفيش زيت فيه، مفيش اي حاجه. احلى من اللي مقلي كتير في الزيت واوفر من الزيت. بتمنى فعلا تجربوه، والله وصفه جميله جدا، وصفه رائعه هتعجبكم جدا ان شاء الله. نفرح بيها عيالنا بدل ما بالغالي نشتريه في بيتنا بايدنا، نعمل احسن حاجه لعيالنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. معلش كنت رغيت معاكم كتير عشان بحبكم في الله جدا جدا يا احلى اخوات في الدنيا. وما تنسونوش طبعا باللايك والاشتراك، تفعلوا الجرس. هنا اللي انا قلت لكم عليهم، اللي الشوكولاته ما قضيتش حطيت لهم شويه خطوط كده عليهم وشغال يعني الحمد لله، وفرحوا جدا بيه. جميل جدا صراحه. بتمنى تجربوه، بحبكم في الله.